السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا يا حبايبي والله. معانا النهاردة البصارة اللي معظم الناس بتحبها، هي أكلة من البقوليات. معانا كده شوية فول مدشوش اهو. ده بيبقى شكله اهو تمام. معانا فصين توم مهروس مفروم يعني اهو. معانا بصل مكعبات اهو. ومعانا الخضرة مغسولة ومنقوعة هننزلها برضو. وهنسيبهم يغلوا مع بعض، وبعد شوية هنقول لكم بعد ما يستوي هنعمل ايه. معانا حبايبي اهو معانا البصارة اهي يا حبايبي استوت. هنسيبها تبرد كده وبعدين نضربها في الخلاط. محمرة اهي، نحمرها وهنقول لكم هنعمل بيها ايه. حبايبي احنا فضلنا البصارة اهي معاكم في الخلاط وهنضربها ونرجع لكم تاني. حبايبي احنا عملناها في الخلاط اهي، ضربناها في الخلاط تمام. وكنا محمرين معاكم بصلايه كده نحطها فوق الوش. الزيت بتاعها حطيناه مع البصاره تمام. وهنحط لها الملح والكمون. في ناس بتحب تحط لها نعناع، في ناس بتحب تحط لها ملوخيه ناشفه، بس البصاره مش يعني انا بشوف يعني عن نفسي انها تبقى طعمها بصاره، ما الملوخيه حاجه والبصاره حاجه، ده اللي انا بشوفه يعني تمام. وهتغلي معانا تتقل كده ونغرفها معاكم. حبايبي معاكم البصاره اهي لسه نازله من على النار تمام. هنزوقها كده بشويه طبعا بالبصله اللي حمرناها اهي اهي. اكله بقى جميله جدا جدا جدا. ومعانا شويه بقدونس كده هنزوقها بيهم برضو، وفلفل احمر. حبايبي طبق البصاره اهو معاكم. معانا الليمون المخلل كنا مخللينه مع بعض اهو استوى تمام. ومعانا طبق كده مسقعه بتنجان وفلفل. وده كان طبقنا النهارده. ويا رب ينول اعجابكم. جربوها جميله جدا. نص كيلو فول مدشوش على حزمتين خضره على بصلايه على توم ملح كمون. استوت في النار بعد على النار يعني، وبعدين فرمناها في الخلاط. وده كان طبقنا النهارده، وان شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.